سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم واحد الكيكه اللي كتجي زوينه وخفيفه، وكذلك كتجي لذيذه. فيها لا كريم باتيسير، كما كتعرفوا الدراري كيموتوا على شي حاجه اللي كيكون فيها لا كريم. هنا انا درتها غير كيكه صغيره. ان شاء الله يعني الا بغيتوا ديروها راه تقدروا تدوبليو المقادير فتجيكم يعني كيكه كبيره. كيفاش شفتوا معايا أنا غادي نصاوب في الأول لا كريم باتيسير. راه تقدروا يعني تجيبوا غير الباودر نتاع لا كريم وتزيدوا عليها الحليب. أنا هنا غادي نصاوبها. هنا كنحتاج واحد الشاسية نتاع الفاني كنخليوها حتى الآخر، وكاس نتاع الحليب كما كتشوفوا معايا، وبيضة. أنا هنايا درت بيضة وافية، يعني البيض والصفر، راه تقدروا ديروا غير جوج تاع أصفار بيض. أنا غير ما كانش عندي يعني البيض باش غادي يكفيني غندير في الكيكة، فدرت يعني وحدة وافية. 2 معالق نتاع النشا، وكذلك 2 معالق نتاع السكر ولا 3 على حسب نتوما إلا بغيتو حلاوة تبغيوها حلوة، فغديروا حتى ل3 نتاع المعالق. صافي غادي نخلطوا الكل وغادي نحطوها على نار هادئة، وحنا كنحركوا ما كنقلعوش يدينا بالتحراك. كما شفتوا معايا كنخلطوهما الأول باش ما تحببناش هذيك النشا. صافي ونحطوها على النار كما قلت لكم، كنبقاو كنحركوا حتى كتندمج لينا وكتتقال كما كتشوفوا يعني في الصورة. صافي غادي نحيدها أنا مع البوطة، وغادي نزيد لها هذاك الفاني. يعني تقدروا نتوما تزيدوا واحد المعلقة تاع الزبدة الا ما بغيتوش ما تزيدولهاش. بالنسبه لي انا درت غير كميه صغيره يعني بلاش الزبده. فلا كانت كميه يعني كبيره وكنتو غادي تصاوبوا بها يعني شي كيكه اللي غتكون يعني كبيره، وهداك الشيء تقدروا ديروا لها معلقه، هي غير كتعطي هذاك البغيون صافي. كما شفتوا معايا غادي نزيد لها هاد السكر نتاع الفاني هكا باش تبقى فيها ديك النسمه نتاع الفاني، ما كنديرهاش هي الاول باش ما تمشي لهاش النكهه ديالها. صافي كما شفتوا معايا حيدتها على البوطه وانا كنحرك فيها باش تنسجم، وصافي غادي نحطها في واحد الاناء وغادي نحطها كما كتشوفوا معايا في هاد الزلافه اولا في اناء، وكنحطوها في الثلاجه. ضروري ما نديرو عليها واحد البلاستيكه على وجهها هكا باش ما ديرناش هذيك القشره. وصافي دابا غادي نمشيو باش غادي نصاوبوا الكيكه. هنا بالنسبه للكيكه ديالنا كتكون فيها 2 بيضات، نصف كاس تاع الزيت، كاس نتاع السكر، واحد الشاسي نتاع خميرة الحلويات، كذلك شاسي نتاع السكر فانيلا. و هنايا عندنا اللوز يعني يكون كاسي اولا مهرمش اولا يكون هكا افيلي، كنديرو يعني غير التزيين. صافي غادي نديرو هادوك 2 بيضات وغادي نزيدو السكر وواحد ما نساوش واحد شويه تاع الملح حيت صحيح الذوق، فيعني كيكون في جميع الوصفات نتاع الحلوى. هنا غادي نزيدو هذاك السكر. بالنسبه للسكر يعني نتوما تتحكموا فيه كل كيبغي كيكه حلوه كيدير كاس كبير اولا كاس ونصف نتاع العنبه. المهم انا درت غير كاس، فكل واحد يعني كيتحكم في السكر. بالنسبه للطحين كيبقى على حسب امتصاص نتاع الطحين السوائل. صافي غادي نضربوا هذاك البيض مع السكر وغادي نزيدوا الزيت عفوا. وبالنسبه الا بغيتو تجيكم يعني الكيكه كبيره راه غادي تدابليو يعني المقادير باش تجيكم كيكه كبيره. انا هنايا درت غير كيكه صغيره، كنت صايمه يعني وتشهيتها فدرتها غير صغيره. يعني راه تقدروا عفوا تدوبليو المقادير فتجيكم كبيره. صافي غادي نخلطوا الكل كما شفتوا. انا هنا استعملت هاد الضرب اليدوي، يعني تديروا تضرب
الكهربائي إلا بغيتو. هنا بالنسبة للحليب يعني كيكون اختياري، إما تزيدو الحليب إما تزيدو شي كاس نتاع الدانون كيما كان، يعني مسوس ولا عندو نكهة. فأنا زدت غير الحليب شي 5 نتاع المعالق. وصافي دابا غادي نزيدو الطحين على شكل دفوعات، ما غاديش تاخد منا بزاف تاع الطحين لأنها كيكة صغيرة. فهاد الكيكة كتجي يعني رطبة وخفيفة، راه ديجا دايرتها معكم يعني في القناة، دايرتها بالتفاح وبالكريم باتيسير حتى هو. فكما شفتوا معايا يعني واحد الكاس ونصف نتاع الطحين اللي خدات لي. صافي دابا غادي نزيدو الشاصي نتاع خميرة الحلويات، كذلك السكر الفاني. أنا دائما كنخليهم هما الآخر باش كتنفعل يعني كتفاعل يعني عفوا الخمارة، مع كنزيد لها واحد المعلقة نتاع الخل فكتفاعل وكتطلع الكيكة وكتجي زوينة وخفيفة. فيعني هاد الكيكة راه درتها شحال هادي كنت كنصوم، غير هو يعني باش غادي ندير المونتاج وهداك الشيء راكم عارفين. ولينا كلنا عندنا هاد المشكل نتاع كنعكزو على المونتاج. وبالنسبة ليا أنايا باش غادي ندير يعني ديريكت الهضرة، فكما كتشوفوا الدراري الصغار كي كيكونوا حداك ما غادي يخليوكش كدير داك الشيء على خاطرك، اللهم كتخليهم حتى ينعسوا عاد وديري المونتاج، فكيجي شوية صعيب في الصراحة. هنايا لا كريم باتيسير كيما شفتوا جبتها من الثلاجة، غادي غير نضربها هكا شوية بالفورشيط. نتوما راه تقدروا تضربوها مزيان بالاخر، انا راه رايحه هنا في هذا الوقت ناعسه. فما قدرتش يعني هذا غادي نجيب الضرب الكهربائي. صافي غادي نديرو لا كريم ديالنا في هذا البوش وصافي، وغادي كما كتشوفوا معايا المراحل، ما نحرقكمش المراحل. يعني التصوير يعني في البيت كيكونوا الدراري كيكون صعيب بزاف، ماشي كيما كيكونوا كلهم في المدرسة وانت كتخدمي على راحتك فكتشجعي كديري فيديوهات. انا يعني من عندي ريحان باقي صغيرة يعني وليت كنحاول كنبعد على الكوزينة، ماشي في الأكل ولكن غير في التصوير. هما الكوزينة عمرهم ما تنهربوا منها، دائما لاصقة فينا. صافي كنجيبو واحد المول بحال هاد، أنا عندي هاد المول صغيور يعني استعملت غير هذا صغير. صافي غادي نكب فيه الخليط ديالنا وغادي نزوق بهذاك الرقائق نتاع اللوز من الفوق بحال هكذا، وغادي نزيد عليه خطوط نتاع لا كريم باتيسير. غير واحد الغلط اللي درته هنايا، درت في الجوانب، وفي الحقيقة ما خصكوش ديروا في الجوانب باش هكا الكيكة كتطلع من الجوانب، فهذا غلط ميستيك اللي درته هنايا. كما شفتوا معايا كنكونوا مقلقين نخافوا غير ينوضوا الدراري. كتكوني ما تخدمش بعقلك سبحان الله. صافي كما قلت لكم غادي نزيدوا عليها هكا خطوط نتاع لا كريم باتيسير من الفوق، فكتجي رائعة. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا يعني في لي كومونتير علاش لا. يعني كتكون كيكه خفيفه مختلفه على لي كيك اللي كنديروا دائما متعودين كنديروهم، وكتجي لذيذه. وكما كتعرفوا يعني اي حاجه اي كريم اي كيكه كان فيها هكا لا كريم باتيسير ولا شي كريمه اخرى فالدراري كيبغيوها بزاف. فالغلط اللي درتو انه درت في الجوانب،
كاش هكا ما عطاتهاش واحد الانتفاخ يعني من الجوانب، ولكن جات لذيذة بزاف. فأنا راه ديجا كنت دايرتها بالكمية الكبيرة، دابا غتشوفها في الآخر نتاع الفيديو. وصافي هنايا غادي ندخلوها للفران اللي كيكون سخون على درجة حرارة 160. كنديرها أنا في الوسط، كطيب من الفوق ومن التحت، وانتم يعني طيبوها على حسب الفران ديالكم. كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعة وزوينة. راه باقا سخونة كما كتشوفوا. غادي نزيدو عليها نزينوها بالسكر كلاصي، اولا تخليوها هكا دهنوها هكا بشويه نتاع عسل ولا كونفيتير ولا اللي عندكم متواجد، اولا ديروا عليها السكر كلاصي كما درت انايا. فهذه هي الكيكه ديالنا، ان شاء الله يعني تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. كتجي رائعه وبنينه بزاف، مختلفه على الكيكات اللي كنديروا دائما. ان شاء الله يعني تديروها وتردوا عليا في لي كومونتير، فكثرت عليكم الهضره. ان شاء الله الى فيديو اخر غادي نقطع معكم واحد المورسو راكم ديجا شفتوه في الاول تاع الفيديو. فاستسمح يعني راه شحال ما درت شي فيديو حتى الهضره تلفات لي. المهم شفتوا معايا كتجي هكا وكتكال سخونه، يعني هاد الكيكه ما كنخليوهاش تتبرد، ناكلوها هكا سخونه، ولا كريم ديالها يكون باقي هكا سائل. صافي ان شاء الله الى فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوناش باللايك، واللي مازال ما اشترك يشترك. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.